وجاك البريك ووقف وسط الطريق. وجاك البريك ووقف وسط الطريق، قماش ما عنده ودعس دعسه قوي. وجاك البريك ووقف وسط الطريق، قماش ما عنده ودعس دعسه قويه، والتواير من الدعسه تشلخت. وقام يحكي وعجب من تسمع حكيه، قال أهل البيت هم احنا نحبهم، واحنا يا شيعة مثلكم في القضية، واحنا هم عندنا أحاديث بفضلهم وش كثرها في كتبنا المفصلية، واحنا عندنا حسين يا شيعة شهيد، بس عليه ما نلطم وننصب عزية، وفي بلدنا وصار يتهكم علينا، وجاء له الصفار وقدم له هدية. وجاك البريك ووقف وسط الطريق، ماش ما عنده ودعس دعسه قويه، والتواير من الدعسه شلخت، صار يحكي وعجب من تسمع حكيه. قال أهل البيت هم احنا نحبهم، واحنا يا شيعة مثلكم في القضية، واحنا هم عندنا أحاديث بفضلهم وش كثرهم في كتبنا المفصلية، واحنا عندنا حسين يا شيعة شهيد، بس عليه ما نلطمه وننصب عزية. وقام يقول انتوا بعد يا أهل القطيف ان عقيدتكم صدق ما هي نقية، انتوا خالفتوا أهل بيت النبي ورحتوا سرتوا في الدروب الأعجمية في بلدنا، وصار يتهكم علينا، وجاء له الصفار وقدم له هدية. في بلدنا وصار يتهكم علينا، وجاء له الصفار وقدم له هدية، قال أهلا سهلا، قال له أهلا وسهلا بالحبيب، مرحبا باللي تحفنا بخوش جيه، وقبله وحبه وسواله عشاء. غدا ما عزمني، عزم بس السامرية. في بلدنا وصار يتهكم عليه، جاء له الصفار وقدم له هدية، وقال له أهلا وسهلا بالحبيب، مرحبا باللي تعبنا بخوش جيه، وقبله وحبه وسواله عشاء. غدا ما عزمني، عزم بس السامرية. التعايش الله يا محلى التعايش الله يا محلى التعايش يا بعد عين التعايش يا غناتي، التعايش لازم اضرب له تحية. التعايش يعني ناكل عيش مندي، التعايش يعني ناكل عيش مندي وناكل الهرفي على السفرة سوية، ثم نشرب شاي وندوبه، ثم نشرب شاي وندوبه ها اخوتي، وندوبه حتى من يدوب تدوب الطائفية. التعايش يا محلى التعايش يا بعد عين التعايش يا غناتي، التعايش لازم اضرب له تحية. التعايش يعني ناكل عيش مني وناكل الهرفي على السفرة سوية، ثم نشرب شاي وندوبه اخوتي، وندوبه حتى من يدوب تدوب الطائف. صلوات. مو المهم علي تتكلم بداري، حتى لو وديك في مسجد وتتكلم علي. مو المهم علي تتكلم بداري، وحتى لو وديك في مسجد وتتكلم علي، وحتى لو جيبك حسينية في بلادي، عاد ما تسوى القضية شنو مذهب والعقيدة، شنو شيعة وجعفرية. انفتاح يا مرحبا بالانفتاح، انفتح انا الك بشرط واحد، تنفتح انت الي. مو المهم علي تتكلم بداري، وحتى لو اوديك في مسجد وتتكلم علي، وحتى لو جيبك حسينية في بلادي، عاد ما تسوى القضية
شنو مذهب والعقيدة، شنو شيعة وجعفرية. انفتاح، يا مرحبا بالانفتاح. انفتح انا الك بشرط واحد، ما اقبل ترى. انفتح انا الك بشرط واحد، تنفتح انت. انفتاح، يا مرحبا بالانفتاح. انفتح انا الك بشرط واحد، تنفتح انت الي. انت انفتاح من طرف واحد ما يصير، نوبة هو ونوبة انت، واثنينكم نوبة سوية. بس انا خايف يزيد الانفتاح وتصيبكم يا للأسف من نهرمية. بس انا خايف يزيد الانفتاح وتصيبكم يا للأسف من نهرمية. ترى الحب ما هو فقط دعوة وكلام، روحك ونفسك من الدعوة خلية. لو تحبهم كان سرت على دربهم، وكان سرت بنور مذهبهم وضيه. لو تحبهم كان حزنت لحزنهم وفرحت كنت لفرحهم. هاي هي لو تحبهم وفرحت يوم الولاية، يوم الولادة، وهم كنت يوم الوفاة تنصب عزية. لو تحبهم كان سميت باسمهم. هذا أبسط شيء يبرهن في القضية. تقول أحب حسين وتسمي يزيد، وتقول أحب الحسن وتسمي أمية. لو تحبهم، ترى الحب ما هو فقط دعوة وكلام، وروحك ونفسك من الدعوة خلية. لو تحبهم كان سرت على دربهم، وكان سرت بنور مذهبهم وضيه. لو تحبهم كان حزنت لحزنهم وفرحت كنت لفرحهم. هاي هي لو تحبهم وفرحت يوم الولادة، وهم كنت يوم الوفاة تنصب عزية. لو تحبهم كان سميت باسمهم. وهذا أبسط شيء، هذا يسكتهم، وهذا أبسط شيء يبرهن في القضية. تقول أحب حسين وتسمي يزيد، وتقول أحب الحسن وتسمي أمية. تعال شوف احنا أسامينا ايش حلاهم، تعال شوف احنا أسامينا ايش حلاهم، وشوف أسامي الغير وقارن بالروية. تفضل يا أخي. تعال شوف احنا أسامينا ايش حلاهم، وشوف أسامي الغير وقارن بالروية. غيرنا يسمي يزيد ومعتصم وشمر وابن زياد وزياد الدعية، وأنا أبويا علي وابن علي وخالي علي وامي علية. وانت تسمي قماشة، تسمي خزنة، تسمي مزنة، تسمي معوجة وحنية، وانا اسمي بتول وفاطمة، زهرة وزينب وحوراء ورقية. تعال شوف احنا اسامينا ايش حلاهم، وشوف اسامي الغير وقارن بالروية. غيرنا يسمي يزيد ومعتصم، شمر وابن زياد وزياد الدعية، وانا ابويا علي وابن علي وخالي علي وامي علية. وانت تسمي قماشة، تسمي خزنة، تسمي مزنة، تسمي معوجة وحنية، وانا اسمي بتول وفاطمة، زهرة وزينب وحوراء ورقية. ذيل اسماء آل بيت المصطفى. واحنا شيعة حيدر حامي الحمية، ونفتخر بين البرية. احنا شيعة وجعفرية، احنا شيعة وجعفرية. اللهم صل وسلم على محمد. مو المهم تذكر فضائل في كتبكم وما لها عندك على الواقع مزية. مو المهم تذكر فضائل في كتبكم وما لها عندك على الواقع مزية. ده النبي المصطفى كم مرة قال صلاة بتره أبد لا تصلوا عليه. اللهم صل وسلم على محمد. مو المهم تذكر فضائل في كتبكم وما لها عندك على الواقع مزية. ده النبي المصطفى كم مرة قال صلاة بتره أبد لا تصلوا علي، صل وسلم صل وسلم، لا تقولوا هالصلاة من دون ذكر الآل ميتة ومنتهية. وهذه يرويها البخاري في صحيحه، وابن ماجه وابن حجر يروي القضية، والبيهقي والترمذي السيوطي، ومسند أحمد عنده مشهورة وقوية. هذا وصى بالنبي الهادي وقاله وانت تخطب ساعة وتنسى الوصية. صل وسلم